السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الكوكيز بتاع الافران. حلو جدا، هيعجبكم ان شاء الله. لايك وشير وسبسكرايب للقناة بتاعتنا، وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. يلا نخش على مقاديرنا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا نص كيلو سمنة، معانا هنا 6 كوبايات دقيق، معايا كوباية ونص سكر بودرة، 3 بيضات، معايا شوكولاتة شيبس للتزيين. خلاص يا حبايب قلبي، معانا رشة ملح، ومعانا كيس بيكنج باودر. خلاص كده. ومعانا فانيليا كمان للبيض. خلاص، يبقى تاني مقاديرنا 6 كوبايات دقيق، رشة ملح، كيس بيكنج باودر، 3 بيضات، 3 فانيليا، نص كيلو سمنة، كوباية ونص سكر بودرة، معانا شوكولاتة شيبس للتزيين. خلاص. الكوكيز ده احلى من بتاع الافران بكتير، موفر جدا وحلو جدا وسهل جدا جدا وطعمه تحفة. خلاص. اللي مش مشترك يا جماعة يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصل له كل جديد. انا اي فيديو بنزله ان شاء الله يوصل لكم. بس يا ريت اللي مش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. خلاص. هنقول له هنا بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نزلنا بالسكر البودرة، ونزلنا بالسمنة، وهنفضل نضرب كده بالمضرب الكهربائي. حلو، لو عندك خلاط اضربي بيه، عندك عجين اضربي بيه، عندك مضرب يدوي هياخد وقت معاك وهياخد مجهود. خلاص، احنا ضربنا لحد القوام ما بقى كريمي معانا السمنه والسكر وبقت لونها فاتح. هنبدا ننزل بالبيض بيضايه بيضايه كده، وبالفانيليا لحد ما تختفي البيضايه، وننزل بالتانية. خلاص كده يا حبايب قلبي، هضرب كده حلو جدا لحد القوام بتاعي ما يمتزج كل الخليط بتاعي حلو. وهبدأ انزل بيه على الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح بتوعنا. هنعمل المواد السائلة الاول وبعد كده المواد الجافة. خلاص، انا هعملكم ان شاء الله برضو الكوكيز بالزيت، هعمله لكم بالزبدة، هعمله لكم ان شاء الله بدون زبدة وبدون زيت وبدون بيض ان شاء الله، وهيبقى حلو جدا وهيعجبكم ان شاء الله. خلاص، هنا بقول لكم كده حطينا رشة الملح والبيكنج باودر وقلبناهم تقليبة، وهنبدأ ننزل بيهم ونعجن. اللي وصل معايا لحد هنا حبايب قلبي، ما ينسانيش في اللايك والشير، وشيروا الفيديو لكل حبايبكم حبايب قلبي علشان غيركم يستفيدوا. خلاص. هنا كنت بدأت اعجن كده. خلاص تمام، انا مسرعه الفيديو علشان ما اطولش عليكم والفيديو يطول وتزهقوا. خلاص، انا دايما الفيديوهات الطويله اللي زي دي اللي عايزه شغل ببقى بسرع فيها الفيديو. خلاص كده بدأت اعجن حلو. تمام. انا ما بعجنش، ما بخليهوش يعرق، انا بعجن كده بقلبه واشربه الدقيق. خلاص، هو زيه زي الكحك. خلاص، وهيطلع يعني دايب زي الكحك بالظبط. خلاص كده حبايب قلبي، هنا كده بوريكم اهو. كان القوام خلاص معايا، كنت خلصت وبدأت ايه كده، خلصت وبدأت اشكل معاكم اهو. هبدأ كده اجيب شوكولاتة شيبس. عندكم بتاع ده فواكه مسكرة حطوا، عايزين تخلوها سادة سيبوها، اللي يريحكم اعملوه. انا عندي شوكولاتة شيبس فهزينها بشوكولاتة شيبس. خلاص يا حبايب قلبي كده اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. لو عندكم برضو شيكابون حطوه برضو وزينوا بيه، اي حاجة عندكم زينوا بيها. خلاص اهو. عندكم سوداني برضو زينوا بيه، اللي يعجبكم يعني. دي حرية شخصية براحتكم، اللي يعجبكم اعملوه. تمام. كده خلاص، ادينا انا اهو بشكل معاكم اهو. اهو كده زي ما حضراتكم شايفين. وصل معايا لحد هنا، ما ينسانيش يا حبايب قلبي في اللايك، تبخلوش عليا في اللايك علشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. تمام. اي حاجة برضو عايزينها من عينيا اطلبوها مني في الكومنتات، وان شاء الله عيوني ليكم. خلاص كده حبايب قلبي.
هبدأ اشكل كده اهو كده. هبدأ اشكل حلو كده لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. تمام. انا كنت هنا طبعا قعدت على كرسي كده وبدأت اشكل علشان كنت عاملة كمية، ف مش هينفع اقعد واقفة ان انا اعمل الكمية دي وانا واقفة. تمام كده اهو. هما في الاخر الخمس كوبايات او ست كوبايات دي اللي انتي هتشكلي او هتنزلي بالعجينه بتاعتك، بالخليط بتاعك على حسب. يعني تنزلي الاول بالخليط وبعد كده بالدقيق لحد ما يتشرب معاكي ويحتاج دقيق هنحط له، علشان لو احتاج سوائل مش هنعرف نحط له. انتي تفضلي تحطي الدقيق حبه حبه كده وتشربيه. لقيتيه مظبوط معاكي يبقى خلاص. ممكن ياخدوا معاكي ست كوبايات وممكن ما ياخدوش معاكي ست كوبايات دقيق، ممكن ياخدوا خمسة على حسب نوع الدقيق اللي معاكم. خلاص علشان تبقوا بس عارفين. يعني ممكن ما ياخدش ست كوبايات كلهم، ممكن ياخدوا اقل من الستة، ممكن ياخدوا ازيد من الستة على حسب نوعية الدقيق. خلاص اهو كده. اهو كده كنت بشكل معاكم اهو. انا كنت قاعده كده بشكل معاكم وما كنتش فاصله الكاميرا بصراحه، بس سرعت الفيديو. تمام اهو. شوكولاته شيبس دي اللي في العجينه يا جماعه، دي شوكولاته شيبس. خلاص. وقعت من ايدي وانا بشكل اهو كده. شكله تحفه وكان طعمه رهيب، يعني كان طعمه تحفه بجد. وكان دايب دوب، اقسم بالله كان حلو قوي يعني. هتجربوه ان شاء الله، اجربوه بس قولوا لي ايه رايكم في التعليقات. قولوا لي طلع معاكم عامل ازاي. خلاص. هستنى تعليقاتكم وهستنى ردكم. خلاص يا حبايبي كده. هنا كالعادة كان مزهقني يحيى. تمام. فكنت بقول ابعدوا يحيى عني شوية. فربنا يحفظه يا رب، يبارك لي فيه. حبيبي يعني دايما قاعد معايا كده في كل التصوير تسجيل، اي حد اي حاجة بيخش معايا فيها. هو بيحبكم برضو، يعني هو بيحب يطلع لكم كده ويظهر لكم علشان هو عارفكم انتوا كمان بتحبوه. فادعوا له بالله عليكم ان ربنا يحفظه ويبارك لي فيه هو واخواته يا رب. انا بتمنى من ربنا ان هو يبارك لي فيهم ويحفظهم لي يا رب. اهو كده بشكل معاكم اهو. الدبانة الغلسة دي ما كانتش عايزة تمشي بصراحة علشان الرينج لايت كان شغال. فالكاميرا الضوء طبعا بتاع النور بتاع الكاميرا، فهي بيحبوا الضوء بيحبوا النور، فهم عايزين النور كده يفضلوا ايه يغلسوا شوية عليا. كنت هنا بوريكم ان انا دخلته الفرن اهو. تمام كده. اول ما هيطلع ان شاء الله هوريهولكم وهوريكم السوا بتاعه كان عامل ازاي. انتوا شفتوا في اول الفيديو السوا كان بتاعه تحفة. كان يدوب واخد لون من تحت، ويدوب كمان من فوق يعني، محمر من تحت كده ومن فوق مصفر كده. فكان شكله وطعمه تحفة. كان دايب دوب. جربوه ان شاء الله بنفس الطريقة وهتدعولي. بس اهم حاجة تقوليلي رأيكم ايه. خلاص كده حبايب قلبي اهو. كنت هنا كانت الشوكولاته شيبس كان خلاص. حبيت اجيب لكم حبة برضو فواكه مسكرة. تمام. انا اللي عاملاها في البيت دي يا جماعة. انا كنت منزلها لكم برضو، خشوا على قناتي مطبخ سما ونور هتلاقوا الفواكه المسكرة دي في الفيديوهات عندي، خشوا عليها واتفرجوا عليها. تحفة وقاعدة معايا لحد دلوقتي وحياة ربنا ما حصلت لها اي حاجة. تحفة بجد يعني. اهو بصوا شكلها اهو.